الاسم الكامل: نيلي أرتيني كالفيان. اسم الشهرة: نيلي. الفئة: فنانة شاملة مصرية. مكان وتاريخ الميلاد: 2 يناير 1949. العمر 73 سنة. الجنسية: مصر. بلد الإقامة: مصر. البرج الفلكي: برج الجدي. السيرة الذاتية: ولدت الفنانة الكبيرة نيلي الملقبة ملكة الاستعراض والفوازير في مدينة القاهرة عام 1949. تنحدر من عائلة أرمينة من مدينة حلب، سوريا. هي الشقيقة الصغرى للفنانة فيروز والفنانة ميرفت وقريبة الفنانة لبلبة. ابتدأت حياته الفنية وهي لا تزال طفلة في الرابعة من عمرها، فظهرت في أدوار غنائية وفنية راقصة في أكثر من فيلم، وهي فيلم الحرمان عام 1953، فيلم عصافير الجنة عام 1955، فيلم حتى نلتقي عام 1957، فيلم التوبة، وفيلم رحمتي منى السماء، وفيلم حيوان الرجال عام 1958، ومسلسل الرمال الناعمة عام 1959. أول ظهور لها وهي شابة كان في فيلم المشاغبون مع رشدي أباظة ونجوى فؤاد، ومن إخراج محمود الفريد عام 1965. عام 1966 قدمت أول بطولة لها في فيلم المراهقة الصغيرة مع أحمد رمزي وأحمد مظهر، ومن إخراج محمود ذو الأفكار. كما شاركت في المسلسل الإذاعي شيء من العذاب أمام الفنان الكبير محمد عبد الوهاب. وتوالت أعمالها، فقدم إلى نهاية فترة الستينيات فيلم إجازة صيف، فيلم بيت الطالبات، فيلم نوراً، فيلم أنا الدكتور، فيلم اللص الظريف، فيلم نساء بلا ضد، فيلم الرجل الذي فقد ظل، مسرحية ألد لوعة، فيلم أسرار البنات، فيلم الحبيسنة 70، فيلم زوجة بلا رجل، فيلم دلع البنات، فيلم مجرم تحت الاختبار، فيلم يوم واحد عسل، فيلم صبح على خير يا زوجتي العزيزة. خلال فترة السبعينات تنوعت أعمالها بين السينما والدراما والمسرح، فقدمت فيلم مغامرة شباب، فيلم امرأة زوجي، فيلم لانا يا حبيبي، فيلم غد.